النهارده هعمل معاكم اسهل واحلى صينيه سمك واخف صينيه سمك وتنفع كمان للدايت من سمك البلطي. سمك البلطي ده بيتعمل كل انواع، ممكن يتعمل سنجاري، مشوي، مقلي، بس دي طريقه جديده للسمك بحيث انها تبقى خفيفه، وزي ما قلت تنفع لعشاق دايت اللي عاملين دايت زي حالاتي اللي انا عامله دايت حاليا. فبحاول ان انا اعمل حاجات خفيفه كده عشان ما تتعبنيش وفي نفس الوقت عشان تنزل الوزن. دي سهله جدا ما فيهاش اي حاجه. نيجي على الطريقه ونشوف. نجيب السمك طبعا ننضفه ونغسله غسله كويسه ونملحه ونرش عليه شويه ملح ونسيبه نص ساعه في الملح. بعد كده هنكون محضرين زي ما انتم شايفين فلفل مقطع حامي مع كمون مع توم مع ملح، بس مفيش اكتر من كده. ونحشي السمك اكنك هتقليه، يعني اكنك هتقلي السمك زي ما انتم شايفين بالطريقه دي بحيث ان تاخد كفايتها من الحشوه. اوكي، بعد كده هنبتدي نعمل كالاتي. كده خلصنا السمك. بحاول ان انا اخلص التومه كلها عشان انا حسب اللي انا عملته احطه في السمك كله. انا عملت حوالي 1.5 كيلو سمك، عملوا 3 سمكات. هنجيب بقى بطاطستين مقشرين ومغسولين كويس وهنقطعهم طرنشات رفيعه بالطريقه دي، طرنشات رفيعه بحيث انها تستوي مع السمك، عشان ما السمك ما يستويش وهي تاخد وقت عشان السمك بيستوي بسرعه. هنقطع شرايح رفيعه بالطريقه دي لحد ما نخلص كميه البطاطس اللي احنا عاملينها بحيث انها تغطي الصينيه كلها زي ما انتم شايفين. بصوا بحاول ان انا اقطعها رفيع ازاي، يعني ارفع حاجه في البطاطس ممكن اكنك اتخن من الشيبسي شويه بحيث انك انتي تخلصي الكميه كلها. بصوا شايفين انا بقطع ازاي، حبه حبه وشريحه شريحه وبالراحه. انا مش مسرعه الفيديو خالص عشان اقدر ان انا اوريكم التركات بتاعه الاكله. اكله خفيفه جدا ما فيهاش اي حاجه. بصوا ازاي انا بعمل رفيعه جدا. انا عملت حوالي 3 بطاطسات كبار كده حسب الصينيه اللي هتعملي فيها. كده خلصنا البطاطس كلها. هنقوم محضرين صينيه فايركس او صينيه ايها نوع عندك من الصواني تنفع تتحط في الفرن، ان شاء الله ألمونيا حتى. وهنحط نرص فيها البطاطس زي ما انتم شايفين بحيث انها الصينيه كلها تتغطى، قاع الصينيه كلها تتغطى بالبطاطس. طبعا احنا مش هنتبل البطاطس خالص لان تتبيله السمك هتنزل على البطاطس، يعني نحطها بس كده مفيش تتبيلات فيها خالص زي ما انتم شايفين. بحاول ان انا ارص البطاطس، ولو لقيت واحده تخينه زي ما انتم شايفين بشيلها وبقطعها برضو. انا عايزاها ارفع ما يكون عشان تاخد سوا السمك. صينيه سهله وخفيفه، حتى الستات اللي بيشتغلوا هيجي يعملوها في ربع ساعه، مش يعني دوبك 10 دقايق هيعملوا التتبيله ويجهزوا الصينيه وهتدخل في الفرن حوالي نص ساعه بس، مفيش اكتر من كده. كده خلصنا البطاطس وحطيناها كلها. هنبتدي نرص السمك في الصينيه. بصوا شايفين كلها بحاول ان انا اظبطها ازاي، ولو في حته بقول لكم تخينه بحاول ان انا ارفعها. هنجيب بقى السمك وهنرصه زي ما انتم شايفين بالطريقه دي بالورب كده عشان الصينيه تقضي. حط سمك في صينيه تقضي عشان ما يستوي كويس. بصوا بسويه ازاي وبظبطه، وبحط لو في حته فاضيه من بطاطس بحاول احط بطاطس. هنرش بقى كمون عليها كده، ناخدها كفايتها من الكمون عشان صينيه السمك بتحب الكمون. عموما السمك بيحب الكمون زي ما انتم شايفين. برش كل السمكية بحيث انها تاخد الكمون. بعد كده ارش رشة بهارات بتاعت السمك، عندك حطي ما عندكيش مش مشكلة. بهارات السمك رشة كده خفيفة. بعد كده هنحط الملح، ما نكترش من الملح عشان احنا ما ننساش احنا متبلين الملح وعالدينه في نص ساعة قبل ما نحطه في الصينية.
يعني ملح بسيط فوق الوش كده. اخر حاجة بقى هنحط شوية زيت ذرة. بصوا كده بحاول ان انا اعمل على الصينيه كلها على السمك كله عشان السمك يحمر ويبقى لونه كده وردي وجميل زي ما انتوا شايفين. يعتبر كده الصينيه خلصت. بعد كده هنجيب ليمونه ونص او ليمونتين حسب حجم الليمون اللي عندك ونعصرهم على السمك. يبقى دي هتبقى صينيه سمك بلطي في الفرن، حاجه جديده وفي ناس معرفش بيعملوها ولا لأ، بس دي حاجة خفيفة قوي اللي بيعملوا دايت واكلها خفيف جدا ومش بتاخد وقت معاكي. هي بتبقى حاجة يعني طريقة جديدة للبولتي. هو البولتي عموما بيتعمل فيه يا مشوي يا مقلي يا سنجاري كده يعني، انما دي طريقة يعني انا بعتبرها جديدة. كده خلصنا السمك، هنحطه بقى في درجة فرن 180. بصوا بوريكم من جميع الاشكال ازاي. هنحط بقى ننصص كده شريحتين 3 ليمون وهنحطهم على السمك زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي، عشان تدي منظر برضو في الصينية وانتي بتقدميها، وفي نفس الوقت يعني زيادة نكهة برضو، لان قشر الليمون بيدي برضو نكهة في السمك وهو بيتعمل كده. يعتبر السمك خلص او صينية السمك خلصت. هنحطها بقى على درجة فرن حوالي من 180 ل 190 لحد ما يستوي، وهيبقى بالمنظر اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي حالا. بوريكم المنظر بتاعه. بص جميل والله، يتاكل ني وهو معمول كده. ظبطنا الصينية وخلصت خالص، بوريها لكم اهي منظرها جميل جدا والله، يتاكل ني، منظره فعلا تحفة، ولما تعمليه هتلاقيه خفيف جدا. هنحطه بقى على درجة فرن 180 او 190 لحد ما يستوي، وهيبقى بالمنظر الجميل ده. بصوا لونه عامل ازاي، بصوا وردي ازاي ومستوي كده، لا محروق ولا ني ولا شكله يعني باهت، لا الحمار بتاعه بصوا عامل ازاي، تحفة 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 والله. هتاكلوه وهيبقى احلى صينية سمك هتعمليها من ايدك، وهتعتمديها على طول. على فكرة هتعمليها على طول. يلا بقى جربيها وقوليلي النتيجة، وإن شاء الله هتعجبك. على فكرة السمك البلطي بيتعمل بكذا طريقة. ممكن الطريقة دي تنفذيها في ايه بقى؟ في سمك مثلا الشعور، في سمك البوري. على فكرة اي نوع من السمك بيحب الفرن، يعني بيحب الصينية اللي بيتعمل في الفرن فعلا بيبقى خفيفه جدا. اي نوع سمك ممكن تجيبيه، ما عدا طبعا المكرونه والحاجات الاسماك الرفيعه دي اللي بتتقلي، والبربوني والحاجات دي ما ينفعش في الفرن. الفرن عايز السمكه المحمله، السمكه الكبيره الحلوه دي، عشان لما يجي يستوي ما ينشفش منك ويبقى كله لحم من جوه. ايه رايكم بقى؟ والله هتعجبكم جدا. يلا قومي اعمليها وان شاء الله هتبقى احلى صينيه سمك هتعمليها من ايدك الحلوه. هتعجبك وتعجب اطفالك وتعجب جوزك، لانها من اخف انواع السمك اللي ممكن تاكليها. ودي فعلا طريقه جديده للبلطي غير المقلي والمشوي وسنجاري، هتعجبك جدا. يلا بالهنا والشفا على قلوبكم. إذا عجبكم الفيديو يا ريت لايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد مني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.